حسين ياسر المحمدي يمكن كلنا لاحظنا في المباراة الأخيرة أمام النادي الإسماعيلي إنه قام للتسخين، وإحنا ما بنقولش الكلام ده قطعا للتسخين، لكن إحنا زي ما حضراتكم عارفين بنحب كل حاجة تبقى قدامكم واضحة 100%. وأنا كان عندي تساؤل الحقيقة للكابتن إبراهيم حسن لما دخل علينا في استاد مصر، قلنا له شفنا الكابتن حسام حسن بيدي التعليمات لحسين ياسر في الدقيقة 60 لإشراكه على أرضية الملعب لمدة 30 دقيقة وأكمل تقريبا عملية الإحماء. وبعدين الكرة اشتغلت في الملعب وغاب نزول حسين، وبعدين بعد حوالي 10 دقايق تقريبا أو أقل قليلا لقينا أحمد توفيق هو اللي نازل، ما هواش حسين ياسر المحمدي. سألنا الكابتن إبراهيم حسن فقال ظروف المباراة وكذا وكذا وكذا. هل هناك جديد في أمر حسين ياسر المحمدي؟ اتصل بي الحقيقة الصديق العزيز وهو محامي حسين ياسر محمدي هشام حسن، وطلب النهارده مداخله لتوضيح الامر. يبدو ان هناك جديد. استاذ هشام، مساء الانوار. مساء النور يا كابتن مدحت. يا اهلا بيك. ازيك يا كابتن مدحت؟ كلنا اذان صاغيه. بالنسبه لحسين ياسر يا كابتن، وصل لحاله نفسيه سيئه جدا. مجرد ما انا سبته بقالي ساعه سايبه وهو في حاله نفسيه سيئه من المعامله اللي اتعاملها جوه نادي الزمالك. حسين ياسر اول ما جبته نادي الزمالك اتاخد بالاحضان واتطبطب عليه وبقى لعيب سوبر وادى مباريات وكان ليه بصمه في الموسم اللي فات من يناير لحد نهايه الموسم. نعم. بعد نهايه الموسم حسين بدا عايز يطلب الاتفاق اللي احنا اتفقنا عليه اللي هو تغيير العقد. فحسين ما ادلوش يعني ايه ما خلوش باله رايق انه يلعب كوره. خلوا حسين كل الشغل الشاغل بتاعه ان هو ازاي يغير عقده، ازاي يكتب الشرط الجزائي اللي متفقين عليه، ازاي بقى حسين كل الشاغل اللي في دماغه دلوقتي انه يعمل الحاجات دي. مجرد ان حسين طلب الحاجات دي اللي اتفقنا عليها مع كابتن حسام والكابتن ابراهيم، ده اتفاق رجاله طبعا، اتفقنا عليها ان مجرد ان حسين يثبت وجوده، وحسين اثبت وجوده انه لعيب سوبر. مجرد ان حسين بدا يطلب الطلبات ديت بدات المعامله تتغير مع حسين. لدرجه ان حسين اتشتم في الملعب بالام والاب. وخرج حسين من الحاله النفسيه، ازاي انا لعيب سوبر انا اتشتم بكده واتعامل المعامله ديت. بقى بداوا يعاملوه معامله سيئه يا كابتن. ليه حسين انا جايبه لكم ورميته في احضانكم؟ طب ايه مشكلته دلوقتي يا استاذ هشام؟ مشكلته انه انت بيدوا له وعد، يقول له انت بكره انا هعتمد عليك، انت اللعيب دلوقتي السوبر اللي عندي، انت زي ميسي، انت هخليك انت اللي انا اعتمد عليه. الولد يسمع الكلام دوت. طب ربما ظروف مباراه، يعني ربما ظروف مباراه يا كابتن. مباراه 2 3 ده دلوقتي بقت المعامله ان انا افضل لعيب عنده 17 سنه على لعيب سوبر قاعد جنبي. لعيب سوبر ان انا اعتمد عليه. طب انت كنت اخطرتني تليفونيا ان هناك قرارات ما اتخذها بالفعل حسين ياسر، هل هناك جديد؟ هو مأجلها شويه يا كابتن. بعد اذنك يعني مع اعتذارا، يعني هو مأجلها شويه. تمام. لان للحاله النفسيه اللي هو وصل لها. طيب انا اتمنى ان هو يهدى، واتمنى ان هو يتدارك اموره بهدوء شديد جدا ويتصرف ما هو قال لي باحترافيه. الكلام ده دلوقتي يا كابتن. هو عند رايك دوت. هو قال لي انا في حاله نفسيه سيئه. ما اقدرش اطلع اي قرار وانا في الحاله النفسيه السيئه. مظبوط. ترجع عليا بالضرر. لا هو لعيب محترف ولاعيب عارف حقوقه وواجباته. مساله ان هو يشارك من عدم المشاركه هذا امر ليس بيد اللاعب اطلاقا، ما ده طبعا امر بيد المدير الفني طبعا، هو اللي بيشوف. وانا كنت شايف ان هو بيجهزه للنزول، ولكن ربما حدث على ارضيه الملعب امور تقتضي عدم الدفع، وشفنا حالات من دي مماثله كتيره جدا مع لاعبين كبار. ارجو ان انت تهدئه تماما 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 ويستكمل مسيرته في هدوء يا استاذ هشام، عشان الدنيا ان شاء الله تبقى ماشيه بشكل طيب، ما يخشش في عناد او في معركه معنا دي. بشكرك شكرا جزيلا. هو الحقيقه الاستاذ هشام كلمني وانا جاي وقال لي ان حسين ياسر معايا وعايز يقول حاجات مهمه جدا جدا جدا. فمن منطلق العمل الاعلامي وده طبيعي انه انا ببقى يعني احب ان اي حاجه ما دام هو اخذ بيها القرار تتقال عندنا الاول. ده طبيعي، عشان كده حقيقه عملت هذه المداخله. لكن خيرا فعل حسين اذا كان شايفني دلوقتي ان هو ارجع هذا الكلام ويقعد مع جهازه الفني ويقعد ويهدى والدنيا تمشي ان شاء الله. برضو على نفس وتيره مشاكل اللاعبين، كان في مباراه وديه الاتحاد السكندري النهارده.